بيكم من جديد في خيط بيكلم إبرة. لو اتمرنتوا على الفيديو اللي فات فانتوا دلوقتي عرفتوا تمسكوا الإبرة وتعملوا غرزة الحشو. النهاردة يوم النقلة النوعية. النهاردة هنكمل مع بعض المثلث الذهبي للكروشيه. هنطلع من الغرزة الصغيرة لغرزتين هما أساس كل حاجة، غرزة النص عمود وغرزة العمود بلفة. لو عرفت الغرزتين دول انت فعليا قطعتي نص الطريق علشان تعرفي تعملي لنفسك سكارف او بلوزة او حتى مفرش سرير. ركزي معايا جدا في فيديو النهاردة، لاننا مش بس هنتعلم الغرز، احنا هنتعلم تكنيك الحركة اللي بيخلي الشغل متساوي وشكله احترافي. جهزي خيطك وابرتك المناسبة ويلا بينا نبدأ فورا. زي ما تعودنا هنبدأ بعقدة البداية. وبعدين هنعمل سلسلة من 15 غرزة. عدي لحد 15. ليه عملنا 15؟ علشان يكون عندنا مساحة كافية نجرب الغرزة أكتر من مرة في نفس السطر وإيدك تاخد على اللفة. ملحوظة مهمة قبل ما نبدأ، غرزة الحشو اللي اتعلمناها المرة اللي فاتت كانت قصيرة جدا، فكنا بنرتفع لها سلسلة واحدة لو تفتكروا. النهاردة الغرز أطول فارتفاعها هيكون مختلف، وده اللي بيخلي شكل الشغل يتغير. ركزوا بقى في حركة الإبرة الجاية دي. دلوقتي ركزوا معايا، أول فرق بين الحشو وبين الغرز الجديدة هو اللفة. لف الخيط على الإبرة الأول قبل ما تدخلي في السلسلة. هنسيب أول غرزتين من بعد الإبرة وندخل في الغرزة الثالثة. الغرزتين دول هما ارتفاع النص عمود. ادخلي بالإبرة، اسحبي الخيط واطلعي. بصي كده على الإبرة، بقى عندك 3 حلقات. في غرزة الحشو كانوا بيبقوا 2 بس، لكن هنا 3. لف الخيط مرة كمان واسحبيه من ال3 حلقات كلهم مع بعض بطلعة واحدة. دي بقى غرزة النص عمود. تعالوا نكررها تاني. لف على الإبرة، ادخلي في الغرزة اللي عليها الدور، اسحبي الخيط واطلعي 3 حلقات، لف الخيط واطلعي من الكل.
النص عمود غرزة عبقرية لأنها مقفولة، يعني لو بتعملي بلوفر أو طاقية مش هتطلع هوا، وفي نفس الوقت بتخلص أسرع بكتير من الحشو. خلصنا أول سطر، برافو. تعالوا بقى نشوف العملاق بتاع الكروشيه، غرزة العمود بلفة. يلا، عقدة البداية، نعد 15 سلسلة، أول حاجة هنعملها هي الارتفاع. العمود بلفة طويل فمحتاج 3 سلاسل ارتفاع. لف الخيط على الإبرة، ادخلي في أول غرزة، اسحبي الخيط واطلعي. عندك 3 حلقات برضو، بس المرة دي مش هنطلع منهم كلهم مرة واحدة. لف الخيط، اطلعي من أول حلقتين بس، كده تفضل حلقتين على الإبرة. لف الخيط تاني واطلعي من الحلقتين اللي فاضلين. شفت الفرق؟ عملناها على مرحلتين. تاني، لفة، ادخلي، اسحبي الخيط واطلعي 3 حلقات. لف الخيط واطلعي من 2، لف الخيط واطلعي من 2. الغرزة دي هي صديقة الكوفيات، بتخلي القطعة مرنة جدا، تخلص معاكي بسرعة الصاروخ، لأن السطر الواحد منها بمقام سطرين أو 3 من الحشو. خليني أقول لكم سر صغير بيفرق بين شغل المبتدئين وشغل المحترفين. لازم نعرف إن غرزة الحشو بنسيب لها غرزة واحدة زي ما شفنا الفيديو اللي فات. غرزة النص عمود بقى بنسيب لها غرزتين، وغرزة العمود بنسيب لها 3 غرز. بص على الارتفاع في بداية كل سطر. في النص عمود لو نسيتي السلسلتين الارتفاع الشغل هيبدأ يلم منك ويبقى معوج. وفي العمود بلفة لو عملتي سلسلتين بس بدل 3 هتلاقي العمود الأول محني ومشدود لتحت. النصيحة التانية، كرخي ايدك. غرزة العمود بلفة بتحب المساحة، لو شديت الخيط قوي الفراغات اللي بتميز الغرزة دي هتختفي وهتبقى القطعة جامدة جدا. حاولي تخلي ال3 حلقات اللي على الإبرة واخدين راحتهم. احنا كده النهاردة خلصنا المثلث الذهبي، بقى معاكي شفرة الكروشيه، الحشو والنص عمود والعمود بلفة. هتعملي ايه النهاردة؟ هتجربي تعملي سطر من كل غرزة، وكرري الفيديو ده واللي قبله مرة و2 و10 لحد ما ايدك تاخد على الشغل. ولو استصعبتي حاجة قوليلي في الكومنتات.
اتمرني كويس لأن الفيديو اللي جاي هو اللمسة الأخيرة. هنتعلم ازاي نقفل السطر ونرتفع سطر جديد، علشان الفيديو اللي بعده هننفذ عملي أول قطعة كاملة من صنع ايديكي. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير الفيديو مع صاحبتك أو أي حد تعرفي إنه هيستفيد منه. أشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.